السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. سعر الذهب بقالنا فترة شايفينه في الطالع، وصل 2835 جنيه الكام يوم اللي فاتوا، ثم تراجع ل 2720 أو 30 جنيه. رجع تاني سعره يرد بعد ما رد كمان عالميا، بس طبعا احنا السعر عندنا ملوش دعوة بالعالمي خالص، مفيش علاقة. وصل ل 2790 جنيه حتى تسجيل الحلقة الآن. وطبعا النهارده البورصات العالمية أجازة سبت وحد. آخر سعر للأوقية عالميا 2002 دولار وكسور. طيب سعر الذهب مكمل صعود ولا هيريح ولا هيعمل ايه؟ طبعا كل دي توقعات، لكن الناس اللي اول مره تتابعني ادخل حضرتك على الصفحه. انا قلت من وهو 2100 ب 2100 وب 2140 قلت الحق فلوسك واشتري، ومن اسبوعين وهو ب 2600 قلت اشتري. طيب الذهب تم الاعلان خلال ال10 ايام اللي فاتوا عن بدء تداول الذهب في بورصة السلع. بورصة السلع دي وزارة التموين عاملاها والحكومة عاملاها للسلع الاستراتيجية عشان تمنع التضارب أو المضاربة على السلع دي وسعرها يهدى في السوق. فبدأت البورصة في شهر أغسطس اللي فات، طرحوا 5 سلع أساسية، منها القمح والزيت والسكر والحاجات دي كلها. ليه؟ عشان يمنعوا المضاربة عليها ومبقاش فيه حلقات كتيرة، بحيث ان التاجر ياخد السلعة من البورصة على طول، بدل ما نجيله من واحد لواحد ده يسمسر وده يسمسر وده يسمسر فالسعر يرتفع. فهو قال لك لا، عشان نقضي على الحلقات اللي في النص دي كلها نعمل بورصة السلع، ودي تبقى للتجار وللمنتجين. كويس. طيب جاء من اسبوع او من 10 ايام قال لك بدء تداول الذهب في بورصة السلع يوم الثلاث اللي قبل اللي فات، مش اللي فات ده، اللي قبل. وتم الإعلان عن كمية مش فاكر كان كام، 130 طن حاجة كده يعني، لا مش 130 طن، 130 كيلو حاجة زي كده يعني، تم بيعهم في المزاد في البورصة الأسبوع اللي فات ده. كويس، جميل. طيب السؤال بقى، هل بورصة السلع وتداول الذهب فيها هينهي على زيادة سعر الذهب في مصر أو هيتسبب في تراجع أسعار الذهب في مصر؟ الإجابة من وجهة نظري ممكن أكون صح وممكن أكون غلط. لا، ملوش علاقة. هتقول لي إزاي؟ ما أنت لسه بتقول إن وزارة التموين لما عملت بورصة السلع قالت إن ده عشان نقضي على الحلقات الوسيطة، بحيث إن التاجر ياخد السلعة بتاعته مباشرة وبالتالي ينخفض السعر في الأسواق. هقول لك ده كلام نظري زي الفل، جميل جدا. لكن لما حضرتك تاخد مثال نموذج كده، السكر سعره في السوق وصل 50 جنيه وعدى، سيبك من ال 27 والكلام ده، وصل 50 جنيه وعدى ال 50 جنيه. طيب النهارده وزير التموين في افتتاح معرض الذهب اللي كان شغال قال كلمة مهمة جدا. أولا هدد، قال لك خلال 10 أيام لو سعر السكر ما اتظبطش احنا هنلجأ لمجلس الوزراء التسعيرة الجبرية. ده معنى كلامه يعني، انه هيفرض تسعيرة جبرية على السكر. طيب ده التصريح الاول. التصريح الثاني الاخطر اللي هربط لك بيه الذهب دلوقتي، انه قال لك احنا بندي السكر لمصانع الصناعات الغذائيه وغيره في البورصه بكام؟ ب 24 جنيه الكيلو، 24,000 جنيه الطن، يعني كيلو ب 24 جنيه. اسمع بقى الجمله الخطيره دي، ده من كلام وزير التموين نفسه بلسانه النهارده. قال لك وفي بعض التجار بياخدوه من البورصه ب 24 جنيه ويبيعوه في السوق السوداء ب 50 جنيه. بياخدوا الطن ب 24,000 ويبيعوا الطن في السوق السوداء ب 50,000. إذا طرح سلعة السكر في البورصة ده ما أثرش على أسعارها، لا ده بالعكس، ده أثر بالزيادة. يعني سعرها ما نزلش، يعني كان السكر بيتداول بحاجة و20 جنيه قبل طرح السلعة في بورصة السلع، النهاردة عدى ال 50 جنيه رغم انه تم طرحها في البورصة عشان يقضي على ارتفاع الاسعار والسعر يهدى. ده مش هدي، ده
بقى الضعف واكتر من الضعف كمان تقريبا. فهننتظر ان سعر الذهب اللي الناس كلها واخداه كملاذ امن، وشايفه التضخم بيرتفع، وشايفه اسعار كل السلع بترتفع. البطاطس اللي كان 3 و10 بقت الكيلو ب 25 جنيه، والبصل اللي كان 4 ب10 بقى الكيلو ب 30 جنيه، والحاجات شغل الجنان اللي شغال ده. الناس هتشوف ده كله وهتشوف التضخم ده بيحصل، ومش هيروحوا يشتروا الذهب، هيشتروا الذهب، وبالتالي الاقبال كل ما بيزيد الاقبال على الذهب كل ما كان السعر بيزيد. فتقول لي بقى ان البورصه وطرح الذهب في بورصه السلع هيخفض الاسعار، ووجهه نظري مش هيخفض الاسعار، ملهاش علاقه خالص. ده جانب. الجانب الثاني ان امريكا دلوقتي او البنك الفيدرالي الامريكي ماشي في سكه ان خلاص مفيش تشديد تاني في السياسه النقديه، يعني مفيش رفع فايده تاني تقريبا، مفيش رفع فايده تاني، ولو فيها هيبقى حاجات بسيطه. وبالتالي طالما مفيش رفع فايده في البنك الفيدرالي الامريكي او الرفع هيبقى بسيط، ده لو حصل ده في صالح الذهب. الناس هتعمل ايه؟ بدل ما كانت بتستثمر في الدولار هيستثمروا في الذهب. عشان كده سعر الذهب عالميا عدى ال 2000 دولار تاني لاول مره من فتره يوم الخميس، يوم الجمعه اللي فاتت، اول امبارح. يبقى عالميا الظروف بتقول ان الذهب هيرتفع، محليا عندنا الظروف بتقول ان الذهب مش هينخفض. مش هينخفض. لو ريح شويه، برضه وجهه نظري ممكن اكون صح ممكن اكون غلط، دي مش نصيحه، ده كلام، اعتبرني بدردش كده وبفضفض معاك وخلاص. يعني خد كلامي من هنا وطلعه من الناحيه الثانيه. شايف ان هي برضه ممكن تكون فرصه للشراء لو ريح شويه، لو ريح شويه ل 2600 2600 وشويه. لكن انا شايف ان السعر زي ما متفقين دايما، الذهب ملاذ امن وادخار طويل الاجل، سنه سنتين ثلاثه فيما طالع، مش يوم ويومين واسبوع واسبوعين. رغم ان الفتره اللي فاتت دي كلها كان اللي بيشتري النهارده بعد اسبوع بيكسب، ويمكن بعد يومين ثلاثه بيكسب. لكن زي ما بقول لك برضو، انا بتكلم للناس برضو اللي بتستثمر استثمار طويل الاجل، عايز تحافظ على فلوسك. الذهب محدش يقول له الدولار تاني وتالت ورابع ومليون، هقول لك مالكش دعوه بالدولار، ما تستثمرش في الدولار ولا في اي عمله. هتقول لي ليه هخسر؟ هقول لك لا، مش هتخسر، مش هتخسر، بس هتخرب اقتصاد البلد. فانا ما بتكلمش في العمله، ومحدش يبعت يقول لي سواء على عام او على الخاص اشتري دولار، ما بردش عليه. طب معايا دولار اخليه ولا ابيعه؟ برضه ما بردش عليه، ماليش علاقه بده. انا بتكلم في الذهب. في الذهب اللي مستني الذهب ينزل بعد طرحه بورصه السلع، يعني ما اعتقدش انه توقعاته هتطلع صح. الله اعلم. الذهب سيظل هو الملاذ الامن في ظل جنون الاسعار والتضخم اللي احنا شايفينه. في النهايه ربنا يكتب لكم الخير جميعا، وتقبلوا تحياتي سمير طنطاوي. السلام عليكم ورحمه الله.